بسم الله الرحمن الرحيم. اسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الافاضل اينما كنتم. مرحبا اهلا وسهلا. نحن هنا في مدريد بالضبط في استاديو دي فايكاس الذي يحتضن مباريات رايو فايكانو الذي يستضيف برشلونة. البارسا بمباراتين وانتصارين ورايو فايكانو بمباراتين انتصار وتعادل في مواجهة يحضر فروتوس العرضية. هو مارك اندري تير شتيغن يستلم هذه الكرة التي تعرض لها اسبينو عرضية اخطا كوندي. الكرة خطيرة بالازون التسديد مرة أخرى كرة إيسي بالازون مرت سلامات على يسار ثانية ثم بالراس لامين يامال متسلل ولا لا؟ الحكم يقول العب لا قال رائعة. الحارس هل هناك خطأ؟ هل هناك ركلة جزاء؟ هل نعود إلى الفار؟ العرضية خطيرة التسديدة لا جول. أوناي لوبيز جول يفتح مجال التسجيل لرايو فايكانو الدقيقة العاشرة. ارجع للخلف لرافينيا لامين يامال التسديد هاي كرة سريعة وخطيرة رافينيا الكرة في الركنية أظن بعيدة تماما يا باليوم بشكل رائع مرة ثانية. والكرة من فيران رافينيا ضيعتها تير شتيغن ضيعتها. لامين ممتازة منه البحث عن رافينيا صابر على نصر نادي الرايو وخروج موفق ضم باشا اسبينو. لعبت لبيدري والعرض لامين دخل لامين عرضية والدفاع بيدري تضرب في الجدار لعبت مرة ثانية لامين يامال يدخل لامين بين أحضان الحارس. 37 دقيقة لا زال عناصر الرايو التسديد بين أحضان الحارس كرة اسبينو أو بيدري وأول كرة الحكم يقول العب في الجهة المقابلة. فريق رايو فايكانو رجعت لكوندي عرضية والدفاع لن يطيل رافينيا يسرى ناحية المارتين كوندي ولا رافينيا عرضية لا لامين يامال يا ليفاندوفسكي متى تسجل؟ يا ليفاندوفسكي مدافع اسبينو رائعة التسديدة ضربت في العارضة الأفقية. ليفا ليفاندوفسكي كورته بعيدة. هذه أولمو رافينيا لا رائع الكرة وين ضربت يا رافينيا عرضية بيدري وجول. رافينيا بيدري جول. جاء هدف التعديل لبرشلونة. يدخل التوزيع في القائمة الثانية فينيا أولمو حاول يسدد بامبا كرته لم تمر كوباركن مرفوعة تير شتيغن بيمنع خطيرة روبرت ليفاندوفسكي جول. الحكم يرفض الهدف ويحتسب خطأ ضد جيل كوندي ويرفض هدف يامال رافينيا خطيرة يامال ليفاندوفسكي لامين يامال هيل الكرة في اتجاه اللاعب إمبامبا فارقنية في القائمة الثانية الرأسية كوبارسي كانت صعبة ثم يليق أولمو يفعلها برشلونة في الدقيقة 30. يامال الأمام انتكا بين أحضان الحارس التسديد ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بتكونوا بخير. طبعا يا جماعة مباراة جميلة، مباراة 10/10، مباراة
كويسه جدا جدا جدا. وزي ما احنا قلنا ان شاء الله كده احنا هنستمتع بالدوري الاسباني. الدوري الاسباني يا جماعه بسم الله ما شاء الله احنا شايفينه اهو ضرب نار. المنافسه كبيره قوي قوي وشديده ما بين برشلونه وما بين ريال مدريد. اولمو اتسجل ويعني اولمو لا اختلاف عليه، لعيب كبير جدا جدا، لعيب 10/10. وعلى ما اظن ان كانت برشلونه بتفكر فيه من سنين، يعني مش الايام دي بس، برشلونه كانت بتفكر فيه من زمان يا جماعه. وبصراحه يعني الريال عندهم هاندريك حاجه يعني جميله جدا جدا. الواد ده يا جماعه لعيب قوي، لعيب قوي صراحه. الريال عنده الكشافه بتاعته الله اكبر، كشافه الريال الله اكبر عليهم. الريال زي ما احنا شفنا طبعا، هاندريك، مبابي، فينيسيوس، مدعكه يا جماعه، مدعكه ومش عارفين هتاخدنا لحد فين. بس الاكيد ان لما يكون في فريق فيه نجوم كتيره الله اعلم، ممكن النجوم دي تاثر على الفريق وممكن تكون النجوم دي ايجابيه للفريق. فهنا هنشوف. فطبعا يا جماعه هنشوف دوري اسباني قوي جدا جدا ما بين الريال وما بين برشلونه. المنافسه هتبقى جامده يا جماعه الموسم ده، المنافسه هتبقى جامده. وزي ما احنا شايفين برشلونه في اللياقه البدنيه بتاعتهم العاليه جدا جدا بسم الله ما شاء الله. يعني اللعيبه بقت تجري وتروح وتيجي، مفيش تفاوت، مفيش تهاون بصراحه والشهاده لله. يعني فيليك غير اللياقه البدنيه نهائي، غير اللياقه البدنيه نهائي لفريق برشلونه. فاحنا لما بنقول ان فليك، يعني لما قلنا ان فليك هيمسك برشلونه قلنا اهم حاجه هيهتم بيها هو العامل البدني. وقد كان الراجل ده بيثبت يوم بعد يوم ان اللياقه البدنيه فعلا يا جماعه عند اللياقه البدنيه عند برشلونه بقت فارقه جدا جدا عن الموسم اللي فات، عن الموسم اللي فات. فده اللي بنتمناه. وعلى فكره كل ما تكون المنافسه بين برشلونه وبين ريال مدريد قويه بيكون الدوري تنافسي اكتر واكتر واكتر. فان شاء الله باذن الله نشوف دوري قوي، نشوف كرة جميله جدا جدا في اسبانيا. ولسه يا جماعه يعني ايه، طبعا احنا عارفين ان برشلونه بتمر بحاله اقتصاديه تعبانه جدا جدا. وانا مش عارف ازاي لحد دلوقتي انا كمشجع لبرشلونه مش عارف ازاي لحد الان لابورتا مش عارف يعني يظبط القاعده بتاع برشلونه والتعاقدات بتاعتها. ما اعرفش، بقاله سنين وايام، يعني هو ماسك بقاله سنتين على ما اظن كده او 3، مش عارف ينظم الموضوع خالص. يعني حتى اولمو ما تسجلش الا لما كريستنسن للاسف. يعني مش عارفين نقول ايه يا جماعه. دي مش برشلونه، احنا زعلانين على برشلونه اللي كان فيها ميسي، انيستا، يعني بوسكيتس، شافي، يعني كان فيها لعيبه تقيله جدا جدا. الريال حاليا يا جماعه فيه لعيبه تقيله جدا جدا. الريال لو ما خدش دوري الابطال السنه دي يبقى في حد فقري في الفريق، يعني يبقى في حد فقري. وطبعا انا شايفك اللي بتقول ايه اكيد مبابي هو اللي فقري عشان هو اول سنه يجي الريال ما ياخدش في الدوري. لا طبعا الريال فريق تقيل، فريق كبير. فيا ريت يا جماعه ان شاء الله نشوف كوره جميله في الدوري الاسباني. وشكرا ليكم اخواتي المحترمين، اشوفكم على خير، السلام عليكم.